القاعدة الشرعية في الجزئية دي بتقول إذا شككت فلا تتيقن، وأنا مع القاعدة دي جدا. ولكن المؤشرات اللي حضرتك بتديهاني إنها لو في العلاقة الخاصة بتغمض عينيها أو ما بتقولش اسمه، عادي جدا. أكتر من 50% من ستات الكون بيغمضوا عينيهم في الموقف ده، وممكن ما يقولوش الاسم أو يقولوه أوقات أوقات لأ، ولكن ده مش مؤشر بالمرة لأي درجة من درجات الشك خالص. اطلب من صديقك انه يخزي شيطانه بانه يقرب اكتر من زوجته، وانه يحنو عليها اكتر، وانه لو قلق من اي تصرف او اي ردة فعل منها غير الحاجتين اللي حضرتك سألت عليهم لان دول طبيعيين جدا، انما لو لقى رد فعل معين او لقى تصرف معين يسأل بهدوء، ويسأل وهو مش شاكك، يسأل من باب الفهم، من باب الاستنارة، مش من باب انه بيشك فيها او عايز يثبت الظن اللي في دماغه. غالبا شيطانه شاطر، خليه يخزيه بكثرة ذكر الله سبحانه وتعالى وكثرة قراءة القرآن، ويتقرب من زوجته، عشان حتى لو فرضنا ان كان في حاجة هو قلقان منها، مفيش ست هتلاقي راجل يحتويها وهتفتكر اي حد في الدنيا. ربنا يعينه ويكرمه ويهديهم لبعض يا رب.